احنا في التربية بنتعامل باللي انطبع جوانا مش باللي احنا عارفينه. أزمة التربية مش أزمة عدم معرفة، اللي انطبع جوانا في التربية واللي اتربينا عليه طبيعة شخصيتنا هي اللي بتربي العيال. فلو أنا شخص مراهق على المستوى النفسي وجي ابني اعترض معايا على حاجة معينة، طبيعة شخصيته ان هو بيكون عنيد، يبقى عاوز يحس بالاستقلالية وان هو ليه رأي ويخبط معايا وانا شخص مراهق. هعمل ايه؟ هنخبط في بعضينا، ما انا مراهق، ما انا دماغ مراهق. يقول لك ده بيعمل عقله بعقل العيال الصغيره. يا عم كبر دماغك. يعني يبدو ان هذا الشخص على المستوى النفسي هو دماغه دماغ طفل. دماغه يعني ايه؟ طريقه تفكيره وتعاملاته في الحياه تبقى طفوليه شويه. فاحنا في البيت بنربي بمستوى نضوجنا. كل ما كان الشخص راشد وناضج هيعرف يتعامل مع احتياجاتهم بشكل فعال. عشان كده احنا هنتكلم على دور الاحتياجات النفسيه في تكوين الشخصيه بتاعتنا، وازاي شخصيتي دي اتكونت بناء على تسديد الاحتياجات ديت، وازاي الاحتياجات ديت لما كانت موجوده سابت صفه ايجابيه في شخصيتي، وازاي غيابها ادى الى عدم نضوج في شخصيتي.